اللي انت هتسمعه ده قصة حقيقية. انا هكلمك عن المداح. شايف الراجل اللي قدامك ده؟ خليني اقولك ان الجن كان بيترعب منه، والراجل ده هو المداح الحقيقي. قصة المداح الحقيقية بتبدأ انه يقال ان الجن المسلم كان بيقعد يسمع منه ويتعلم منه من قوته وفصاحته واتقانه للدين، وان الجن الكافر مجرد ما بيسمع اسمه بيترعب منه. اهلا بيكم في حلقة استثنائية مع الشيخ ابن الباز. احنا هنسمع قصة عقلك مش هيستوعبها. يعني ايه جن يتشكل على هيئة بشر عشان يحضر مكان ويسمع من شيخ ويتعلم منه؟ ان شاء الله الفيديو هيبقى ممتع، بس اوعى تنسى السبسكرايب وتفعيل زر الجرس وتدعمني عشان انزل لكم حاجات احسن. في سنة 1960 في قرية صغيرة جدا في السعودية، في يوم من الايام كانت الساعة 1 بالليل، يصحوا اهالي القرية على صوت عالي جدا جدا لبنت بتصرخ بصوت عالي. فطلعت اهالي القرية بتجري عايزة تعرف الصوت ده جاي منين، فعرفوا ان الصوت جاي من بيت بتاع شيخ اسمه الحاج محمد. فجريت اهل القرية على بيت الحاج محمد وخبطوا عليه، فتح لهم وقال لهم الحقوني، بنتي زينب مرمية على الارض بقالها ساعة وعمالة تتشنج وتصرخ وانا مش عارف مالها. لما الاهالي دخلوا بصوا على زينب اتأكدوا ان البنت دي لمسها جن، لانهم لاحظوا ان البنت بتتشنج بشكل غريب جدا، وهي بتتكلم وكمان بتتكلم بصوت مش صوتها، وعمالة تقول كلام غريب جدا. بس اغرب حاجة ان هي عمالة تشاور على مكان معين، زاوية معينة، وتقول خرجوه من هنا خرجوه من هنا، بس مش هي الصوت الغريب اللي جواها. فلما شافوا المنظر ده اهل القرية جريوا على شيخ عبد الله. شيخ عبد الله عنده 53 سنة، ساكن معاهم في القرية، حافظ القرآن كله، وكمان راقي شرعي، بيرقي الناس، بيقرأ عليهم قرآن، بيعالجهم من السحر من المس من الحاجات دي. فلما راحوا له وصحوه من النوم وخضوه قال لهم في ايه اللي بيحصل؟ فالاهالي حكوا له اللي حصل. فلما الشيخ سمع منهم اتوجه مباشرة على بيت زينب. فلما دخل عليها الشيخ عبد الله اتلقى البنت قاعدة في ركن بعيد جدا وعمالة تشاور على نفس الكورنر وتقول خرجوه من هنا خرجوه من هنا خرجوه من هنا. لما دخل الشيخ عبد الله قال له السلام عليكم، انت مين بقى؟ انت مسلم ولا كافر؟ فردت عليه زينب، فرد عليه اللي على زينب وقال له مش شرط تعرف انا مين، بس انا كافر، وخلي بالك يا شيخ عبد الله انت مش هتعرف تعمل معايا حاجة انت ولا غيرك. فالشيخ عبد الله قال له بما ان قلبك جامد كده عمال تصوت وتصرخ ليه وعمال تشاور على حاجة معينة وتقول خرجوه من هنا خرجوه من هنا، هو ايه اللي انت عايزنا نخرجه من هنا؟ فالجن بص على ركن كده بعيد وقال له خرجوا من هنا بكل غضب وبكل عصبية، خرجوا من هنا خرجوا من هنا. فبص الشيخ عبد الله اتلقاه كتاب. فالشيخ عبد الله قال له انا مش فاهم حاجة، اخرج ايه؟ فشاور له الجن على نفس الركن وقال له خرجوا من هنا خرجوا من هنا. فقام الشيخ عبد الله وتوجه على الركن اللي عمال يشاور عليه الجن. فانصدم الشيخ، اتلقاه كتاب مكتوب عليه ابن الباز، وهو المداح الحقيقي. فالشيخ عبد الله اخذ الكتاب وراح على البنت زينب وقال له انت خايف من الكتاب ده ولا ايه؟ قال له بكل غضب شيل الكتاب من هنا. طيب انت لو ما خرجتش على البنت دلوقتي انا هوديك للشيخ ابن الباز ذات نفسه. فبص له الجن بكل غضب وقال له ارجوك لا ارجوك لا، وقعد يعيط. وقام طلع من البنت فجأة واختفى تماما. مين هو ابن الباز بقى؟ ابن الباز هو الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الباز. اتولد في السعودية عام 1912 تحديد في الرياض. كان معروف عنه من صغره ان هو طفل عبقري جدا، عنده مميزات مختلفة عن جميع الناس اللي حواليه، وخصوصا في العلوم الشرعية والقرآن.
ووالده توفى وهو صغير جدا، ولما وصل سنه 25 سنة برضه والدته توفت. وبعد وفاة والدته بحاجات بسيطة جاله مرض في عينه وأفقدته البصر. كمل دراسته وتفوق فيها كمان. رغم كل ده تعين دكتور في كلية الشريعة وهو عنده 26 سنة بس، وفضل يطور نفسه لحد ما صدر قرار ملكي بتعيينه لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، يعني منصب وزير. فعلا الراجل ده كان عالم قوي جدا، انا لو فضلت اتكلم عنه من هنا لبكره الكلام عنه ما يخلص. طيب نرجع بقى لاول الفيديو، ازاي الجن كان بيتشكل على هيئة بشر عشان يتعلم منه. بس ما تنساش لو كنت نسيت اللايك والسبسكرايب، هحكي لك القصة حالا. ركز معايا جدا جدا. اللي حكى القصة دي السواق الخاص بتاعه. الشيخ ابن الباز كان عنده مؤتمر او زي ندوة، ركبوا العربية وكانوا رايحين للجامعة الإسلامية. المهم وصلنا وخدت الشيخ من ايده ووصلته لحد المكتب، لان انت عارف ان زي ما قلت لك الشيخ كان كفيف، فكان السواق الشخصي دايما معاه في كل مكان. فواحنا قاعدين دخل شاب سوداني على الشيخ فجأة، فكان باين على الشاب ده ان هو خايف ومرعوب جدا. فرد عليه السواق وقال له في ايه يا ابني مالك مخضوض ليه كده؟ قال له فين الشيخ ابن الباز؟ قال له الشيخ ابن الباز اهو. اتفضل. الشاب بيقول ان انا كنت في سكن طلاب وكنت اخد اوضه لوحدي، فتلاقيت الباب بيخبط عليا بالليل، فتلاقى ورا الباب شاب اسود البشره، فقال له انا طالب جديد معاكو هنا بسبب ان الغرفه عندي فيها صيانه وتجديدات، فانا مش عارف انام فين، فاستاذنك انام معاك. فطبعا الشاب ما رفضش، فدخلنا الغرفه. انا دخلت وهو دخل ورايا، فنسينا نقفل باب الغرفه. فخلاص غيرنا هدومنا واستعدنا للنوم، وانا نايم على السرير اخدت بالي ان الباب مفتوح، فقلت له يا ابني اقفل الباب عشان محدش يدخل علينا واحنا نايمين. فاذ حصل شيء ارعبني جدا، فلقيته مد دراعه لحد الباب من مكان السرير، ايده اتمطت لحد الباب وقفل الباب. طبعا انا شفت المنظر ما قدرتش انام ولا اتخيل ان انا ممكن يكون الموقف ده حقيقي قدامي. فانا ما عرفتش انام لحد ما جيت لك يا شيخ. قال له اهدى انا عايز الشاب ده. وفعلا ما عداش وقت وجاب الشاب ده للشيخ ابن الباز. الشيخ الباز قال له اول لما قابله استحلفك بالله انت انس ولا جن؟ قال له انا جن وجيت هنا مخصوص علشان اتعلم تحت ايدك وانقل العلم اللي هتعلمه منك لاهلي، وانا مش غرضي ان انا اذي حد او اضر اي حد، انا غرضي ان انا اتعلم بس. فرد عليه الشيخ وقال له مفيش اي مشاكل، اتعلم بس ما تعملش اي حاجة غير المألوف غير الطبيعي عشان الناس تقدر تتقبل انك شخص عادي. ما تتعاملش معاهم على انك جن، ما تعملش اي حاجة مثيرة للرعب وتخوف الناس منك. فرد عليه وقال له حاضر يا شيخ انا بس عايز اتعلم. القصة دي اللي رواها السواق الشخصي للشيخ ابن الباز. فانت متخيل ان الراجل ده وصل بقدرته ان هو يتشكل الجن عشان يتعلم منه؟ انت متخيل جن يتعلم من انسان، والجن الكافر بيخاف منك ويسمع سيرتك يهرب؟ احب اقولك ان هو ده المداح الحقيقي. طبعا في ناس هتكذب القصة دي وتقولك مفيش جن يقعد قدام حد ويتعلم منه ويظهر له بشخصيته الحقيقية. طيب اسمع القصة دي. قضية حضور الجن للمجال هذا غير طبعا الجن الذين هم مسلمون ويأتون يحضرون الدروس، وهذا أمر طبيعي جدا. يعني كما أنت يعني تحضر الدرس الآن جئت هنا، كذلك في جن أيضا حريصون على الخير يحضرون الدروس، هذا بشكل عام على الجميع. توفى الشيخ الباز عام 1999 ومشى في جنازته عدد مهول جدا. استنوني الفيديو الجاي وبس كده، متنسوش الاشتراك. مع السلامة.